بصي، هو الموضوع ليه شقين اتنين، شق علمي وشق النظر السهل. لو انت مش هتقعد تتابع البتاع الفيديو للاخر، خد يا باشا الخلاصه. اهم حاجه تبقى انت مقفل البروتين بتاعك على مدار يومك. خلصت كده، يلا سلام عليكم نروح؟ لا، تعالوا نخش للتفصيل. تعالوا نخش مع بعض للتفصيل. التفصيل ان احنا دلوقتي حسب الشخص اللي قدامي. لو شخص مبتدئ، انا اهم حاجه التوتال ديلي انتاج بتاعي من البروتين. يعني البروتين بتاعي انا هدخل كام جرام في اليوم؟ دخلهم بقى على وجبتين، تدخلهم على 3 4 قبل التمرين، بعد التمرين، نص التمرين، مش مشكله. انا قصتي كلها محتاج ال 150 جرام بروتين، اديني ال 150 جرام بروتين. حتى لو هتدوم لي في 3 وجبات، كل وجبه 50 جرام بروتين، ما عنديش مشكله. ادوم لي في وجبتين، كل واحده فيهم 70 80 جرام بروتين، ادوم لي على 4 او 5 وجبات، مش مشكله. طيب، ندخل في ديتيلايه كده، تفصيليه اكتر شويه. انا بقى عايز بقى اوصل للمرحله بتاعت الحاجه الاوبتيمال. يبقى انا اخلي بالي ان انا ممكن في الويندو اللي قبل التمرين من اللي بعد التمرين ده، علشان اماكسمايز بقى البرفورمانس بتاعي، وانا راجل بقى اثليت والشغل اللي احنا عارفينه ده كله. فبالتالي هاجي قبل التمرين محتاج وجبه فيها بروتين وكارب، تديني سورسز كويسه جدا وانا بتمرن. خاصه لو انا راجل اثليت او راجل ايه، رياضي بيتمرن بشده قويه، بفوليوم مناسب جدا لمده ساعتين، بشقى بتعب. فانا قبل التمرين بساعه ونص، ساعتين، هدخل الوجبه بتاعتي ديت كلها. وبعد التمرين هبقى محتاج الوجبه دي في فتره من 6 ل 8 ساعات من الوجبه اللي قبلها. يعني انا لو مدخل الوجبه اللي قبلها الساعه 1 الظهر، يبقى انا محتاج ادخل الوجبه اللي بعد التمرين في حدود الساعه 6 ل 8 بالليل. مش هسيب نفسي بقى ل 10 و11 او 12. طيب معنى كده يا كابتن ان انا لازم اعمل كده؟ أنا قلت لك لا، دي اعلى درجات الهرم الغذائي. يعني بعد ما تبقى خلصت البيزكس كلها، اللي هو البروتين انتيك، وماستر كل الدنيا ومظبط كل حاجه، ابتدي بقى اركز واتحنك في الحاجات الدقيقه دي. لكن غير كده، زينا زي بعض ناس عاديين جدا بتروح الجيم، تمارس نشاطها الطبيعي العادي جدا، نرفع اوزان، بنلعب رياضه على خفيفه بمستوى يعني مش احترافي. انا خلاص مش مشكله، اهم حاجه هاخد ال3 وجبات بتوعي، ال4 وجبات بتوعي على مدار اليوم، واقفل بروتين يا باشا وكاربي والفاتس بتاعتي، والسلام عليكم، خلصت على كده. لكن دي انا بقولها لك كديتيل زياده لبعض الناس اللي بتشتغل مع الناس الايه، الاثليت او الرياضيين.